فنانة أثبتت نفسها على الساحة الفنية بجدارة من خلال أدوارها اللي قدمتها، تركت بيها بصمة وعلامة كبيرة بين جمهورها، وما زالت أعمالها محفورة في الأذهان. الفنانة سميحة أيوب اتولدت في حي شبرا بالقاهرة، وواجهت صعوبات وتحديات كتيرة. أهلها كانوا ضد رغبتها في دخول مجال التمثيل وقطعوها لحد ما اتشهرت. في الأربعينات وأثناء دراستها بالمعهد اتجهت سميحة أيوب للسينما، وبدأت مشوار قصير في السينما برصيد 40 فيلم، منها شاطئ الغرام سنة 1950، ورد الغرام، الأطلال، القلب له أحكام، أرض النفاق، لا تطفئ الشمس، وآخر أفلامها فيلم تيتا رهيبة مع الفنان محمد هنيدي. وانضمت سميحة أيوب للمسرح القومي المصري، وكانت بتعشق المسرح وتقول عنه هو بيتي اللي مقدرش أستغنى عنه. وقدمت مسرحيات عديدة اعتبرها النقاد علامات في طريق المسرح، كانت لكبار كتاب المسرح زي سعد الدين وهبة ورشاد رشدي ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم وغيرهم. من أفضل مسرحياتها سكة السلامة، الندم، فضرة، الوزير العاشق، والسلطان الحائر. وبعد كده اتولت إدارة المسرح سنة 1972، وفي سنة 1975 اتولت إدارة المسرح القومي لمدة 14 سنة، وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني 170 مسرحية، أخرجت منها 5 مسرحيات، منها مسرحية مقالب عطية، وتوقفت عن الإخراج وقالت مش دي سكتي. وتعتبر سميحة أيوب تاني صوت نسائي انطلق بالإذاعة، واختارها بابا شارو علشان تمثل أوبريت عذراء الربيع وهي لسه طالبة، ونجحت فيه نجاح كبير، وده خلى المخرج يوسف الحطاب يرشحها لدور في مسلسل سمارة اللي كان سبب لشهرتها. وفي التلفزيون قدمت مسلسلات كتيرة زي الضحية والضوء الشارد والمصروية وسعد اليتيم ومولد وصاحبه وغيرها من المسلسلات. واتجوزت الفنانة سميحة أيوب في بداية حياتها، وكانت لسه ما كملتش 20 سنة، من الفنان محسن سرحان. وبعد كده اتجوزت من الفنان محمود مرسي، وبعد كده اتجوزت من الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة، واستمر جوازهم لحد ما توفى. وأخيرا اتجوزت المخرج التلفزيوني أحمد النحاس، لكنهم انفصلوا. والفنانة سميحة أيوب أنجبت مرتين، المرة الأولى من الفنان محسن سرحان، وبعد كده ابنها توفى أثناء دراسته في أمريكا، ودي كانت الصدمة الكبيرة في حياة الفنانة. وابنها التاني من الفنان محمود مرسي. والفنانة سميحة أيوب صاحبت تاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما، ولما كانت لسه صغيرة كانت بتحاول تثبت قدرتها في التمثيل وتواجه خوفها من أهلها بسبب دخولها مجال الفن، لدرجة إنها غيرت اسمها مرتين علشان ما يتعرفوش عليها. لكن لما أثبتت نفسها ولقت إن العمل الفني اللي بتقدمه جيد، ما لقتش ضرورة إنها تخبي اسمها. من ضمن الصعوبات اللي واجهتها الفنانة إنها أصرت على جوازها من محسن سرحان على الرغم من رفض أهلها للجوازة دي، لكنهم اتجوزوا. لكن كان الفنان غيور جدا عليها، وده بسبب فرق السن اللي بينهم، والموضوع ده استمر طول فترة جوازهم اللي استمر حوالي 3 سنين. وانفصلت عنه وهي عندها 18 سنة. وبعد مرور 1.5 سنة من الجواز كان عيد ميلادها، ولما سألها محسن سرحان عن هديتها قالت له هديتي هي الطلاق، وبالفعل انفصلوا. وبعد كده اتجوزت من الفنان محمود مرسي، وبرضه الجوازة دي ما استمرتش على الرغم من قصة الحب الكبيرة اللي جمعتهم، وده كان بسبب إنها انشغلت بعملها، وجوزها حس إن هي بتأثر في حقه وإنها بتظلمه، وانفصلوا. وكانت دايما بتشوفه إنه إنسان راقي ومثقف وطيب. وعن جوازها من سعد الدين وهبة قالت كان راجل عاقل، وجمعتهم مع بعض صداقة، وكانت حياتهم مع بعض مثمرة وهادية.